without calculation. They will play with maximum risk, and this is this bad part for us for tomorrow. We have to be very careful. السلام عليكم ورحمة الله. تصريح خطير من مدرب بيراميدز يوريتيتش يفاجئ به النادي الأهلي بعد فوزه التاريخي على البنك الأهلي، ويهاجم مدرب البنك الأهلي طارق مصطفى بسبب الأهلي بعد فوز الأهلي على البنك الأهلي بهدف في الدقيقة 96 ليقترب الأهلي من حسم الدوري رقم 45، ويكفيه فقط التعادل أمام فاركو في آخر مباراة. وده اللي جن جنون مدرب بيراميدز. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت محب وداعم للنادي الأهلي فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أدلى مدرب بيراميدز بتصريح صادم بعد نهاية مباراة الأهلي والبنك الأهلي، وقال: فوز الأهلي على البنك الأهلي النهاردة أكيد بيحط الأهلي في صدارة الدوري، وأنا انصدمت من هدف وسام أبو علي في آخر دقيقة، وده مش البنك اللي كان بيلعب قدام بيراميدز، لأنني شفت مدرب البنك الأهلي طارق مصطفى بعد هدف وسام أبو علي بيضحك ولا فارق معاه، ولكن كان بيلعب قدامنا وكأنه بيلعب كاس العالم للأندية، ولاعبي البنك الأهلي كانوا بيقاتلوا قدامنا. أنا لم أشاهدهم النهاردة قدام الأهلي بدليل الهدف اللي دخل مرماهم في آخر دقيقة. والبنك الأهلي في لعيبة كتيرة كانت بتلعب في الأهلي ومن ناشئي النادي الأهلي زي أحمد ياسر ريان اللي كان نازل النهاردة بيدي الكورة للاعبي الأهلي. وأنا بقول للنادي الأهلي بيراميدز مش هيستسلم لآخر نفس، وهنروح للفيفا لخصم 3 نقاط من الأهلي لانسحابه قدام الزمالك في مباراة القمة. وأتمنى أن فاركو يلعب بضمير قدام النادي الأهلي في آخر مباراة في الدوري. وفي النهاية شاركونا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.